من حلاوتها وطعمتها كل اللي بيدوقها عندي بيقول لي قولي لي على السر اللي انت بتحطيه في الملوخيه بتاعتك. عايزه اقول لكم فعلا انا عندي سر ليها، بس هقول لكم عليه. جبت الشوربه بتاعتي، والشوربه هنا فيها كل حاجه، فيها الملح وكل البهارات اللي انا محتاجاها، يعني الفلفل الاسود والملح. بعد كده جبت كيس ملوخيه، وده كيس مجمد مش ملوخيه فريش. واول ما الشوربه بتاعتي غليت نزلت بكيس الملوخيه بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وقلبت كويس قوي. المكون السحري اللي بيخلي الملوخية بتاعتي تحفة مسكرة وجميلة هي رشة صغيرة من السكر. وأول ما الملوخية بتغلي غلوة واحدة أنا بنزل بشوية سكر صغيرين. ده كمان بيحافظ على لونها، بيخلي لونها أخضر زرعي كده وجميلة. هنا بقى جبت نص راس توم، حطيت لها نص معلقة ملح ونص معلقة كزبرة ونعمتهم، وجبت معلقة كبيرة من السمنة ونزلت بيها في الطاسة. وبعد كده عملنا أحلى طشة. أهم حاجة ما تغمقيش التوم علشان ما تمررش منك، خليه دهبي كده. وبعد كده انزلي بقى